شو ما فيك مالي يعني؟ ايه شو عليه؟ يلا شيلي، الله يثبت علينا عقل والدين. اسمعوا لا حسن، بتحط هدول الكلمتين براسك. قسما عظم لك شيل ايدك. لا ما رح شيل ايدي. اسمعوا لا، ايش كان ما بتبعد على بنت الزعيم ابو طالب، رح شيل عيونك التنتين. يا سيدي ما رح بعد عنا، واللي بيطلع بايدك يطلع برجلك. لا بدك تبعد، بدك تبعد وغص من على راسك، ونجوم السماء اقرب لك، فهمت ولا لا؟ لك انت شو دخلك؟ دخلني ونص. شوف، ايش كان ما بتبعد عنا لخيط لك كفنك بايدي هي. عم تسمع؟ لك انت ما بدك تحل عني؟ لا سيدي، ما رح حل عنك، وبدك تبعد عنا غصب عنك. ما عم افهمك، شو اختك ولا بنت عمك لحتى قاعد عم تهدد وتتوعد؟ انا احق منك فيها، عم تفهم ولا لا؟ وليش بقى؟ لاني ابا عن جد ابن الحاره، وانت اصولك مو من الحاره بالمره. عرفت ليش بقى؟ لا اله الا الله. بدر الدين حسن. ايوه معلم طلال. تعال حسن تعال. يلا ايه شو عليك حسن؟ نتواجه. افتكاره افتكاره. شحني ابن عمي ليتني اجيت. خدي هالعشبة. شو هي؟ هي عشبة سحرية بإذن الله بشهر ما رح تشوفيها الشوفية كلها. عجل عم تحكي؟ لك ايه؟ تعملي لي كاسة الصبح عن ريقها وكاسة المساء قبل ما انام. لك تكرم عيونك ابن عمي. روحي اعملي لنا كاسة. مو قلت لي على الريق؟ لك شبك بركي من هلا بياخذ المفعول. تكرم عيونك. الله لا يحرمني اياك الهي. ما خبرني معالي وزير الصحة بهالحكي اللي سواه زمان يا سيد العقيد. نعم، يعني أنا تلاحظت مع سيادتك كيف ممكن نستفسر عن هيك موضوع، هيك حادثة، طبعا من منطلق صداقة. طبعا يا سيد العقيد، حسب معلوماتي القيادات المختصة كلها على أعلى المستويات الأعلم بهذا الموضوع. تماما، أنا قلت أحكي مع حضرتك كيف ممكن نحل هذا الموضوع. تماما. يعني سيادة العقيد معقولة شخص اعتباري مثل زعيم أبو طالب لحد الآن مو معروف مين اللي خاطفه؟ والله يا ريت يا سيادة العقيد، يا ريت نتساعد مع بعضنا. مشكور سلفا يا سيادة العقيد، وأنا بانتظار مكالمة منك. شكرا لك. بأمان الله. بأمان الله. تعال اسمع هالخبر يا عصام. خير كمان. مشتدة حدة الخطاب السياسي على مصر من بريطانيا وفرنسا. شو هالحكي؟ اي والله مثل ما عم قل لك، اقرا. يا درية، زكاتك شوفي مين على الباب. حاضر يا فاطمة. يلا يلا. مين؟ أنا محمد ومعي مريم وصالحة بنات عمي الطاري. ايه يلا تكفي. هي على السيرة يا درية، لك ما كان نخلص بقى؟ اطلعي منا لهالسيرة بقى، اطلعي. لك كم ألف مرة قلت لك ما حدا بيعرف إنه أنت عنا هون بالبيت، وحتى لو حدا عرف قلت لك أنا رح خلصك من موضوعك، شو بكي؟ يلا خدي هالفناجين وسبقيني على بيت المي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
يا ميت اهلا وسهلا، تفضلوا شرفوا. بالمهند دكتور. اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا. شرفتوا ونستوا، شرفوا تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا. لكل داء دواء، بدكم تطولوا وتتخنوا اجباري عنكم. يا يقبرني ربك يا ابن لمعي، شو بتلبق لك الزعابي. ابن عمي وينك؟ ايه يلا جيتك. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا وانستوا. اهلا فيكي. يا ميت اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. شكرا، زيد فضلك. شكرا. عفوا. تفضل. تسلم هديات. سلام من ايديك. خليكي اياكي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. اذا سمحتي سميره، حضري لنا الضيافه. ما لنا جايين نجربكم يا جماعة. مستعجلين ما في لزوم. ولو يا جماعه جايتكم عزيزه علينا. بالاذن. اسمك معي. شرفتونا، اهلا وسهلا. يلا يا دريه خفيها. شفتي يا ستي بنات أبو طالب شو مزوقين ومرتبين وأكابش؟ اي والله هالبنات ما في منه، وبيني وبينك ما اشتهيت هالبنت الثانيه الا لاخي. عن جد يا خانم؟ اي والله عن جد. والله بتكوني عملتي زينة العقل يا ستي، أدب وأخلاق وترباية. بس مسكينة هي الصغيرة ما نحس بنوم، يا علي عليها. ليش شو صاير معها؟ هذا يا ستي لمعات خانم، إلهي يغمق لها. عملت فيها فصل وأصل، ما بينزل لا بميزان ولا بأبان. يوه، وشو عملت معها؟ ليش ما حكى لك الدكتور عصام؟ لا والله ما حكالي. هذا يا ستي راحت زوجتها لواحد عن طريقة، طلع هو وأبوه وأمه أرذل خلق الله. كيف فهميني؟ هذا يا ستي القصة وما فيها. يعني الحقيقه النقيب حسان غالي علينا كثير. ها عم يرن التليفون، اكيد هذا النقيب حسان. الو نعم. تحياتي دكتور عصام، كيفك؟ ابن حلال يا نقيب حسان، هلا كنا بذكرى، انا ومدامتي والسيد محمد والمدام مريم والانسه صالحه. بالحقيقة بحسدكم على هي الجمعة، طمني عنهم، شو أخبارهم؟ الكل مشتاقين لك وبيسلموا عليك. إلي يا دكتور، في أخبار جديدة عن عمي إن شاء الله؟ لا والله يا نقيب حسان، صراحة موضوع عمك أبو طالب لساته على حطة إيدك. شو هالحكي يا دكتور؟ إيه والله هذا اللي صار والله. طيب لو سمحت فيني أحكي مع مريم؟ إيه طبعا طبعا، دقيقة سمحت. يا اخي اجل لي هالاسئله تبعك لبعدين وافهم علي. شبنا ابو لمعي، مو انت عم تحكي بالالغاز؟ شنو الموضوع خطير ولا يجوز الافصاح عنه بشكل جلي. بشكل شو؟ جلي. شو يعني؟ يعني بشكل صريح. ضحكني والله، ليش انا فهمت الاولانيه لحتى افهم الثانيه؟ لك افرط لي اياها وتعال عندي الليله على العشاء وتفهم شو غايتي من هذا الاجتماع على 24. ها؟ على 24؟ من اول كنت احكي، ليش هالفصحنه كلياتها؟ شنو سياسي؟ بدها قرقحه. ايوه قلت لي قرقحه. هلا المهم الليله لا تتاخر علي، بتصلي العشاء بوشك لعندي وانا بلغت كافه اعضاء الكتله. ودسمه رح تكون الليله؟ الشيء وبخلافه. ولي ما لقيت اتقل من هالاكله هي، والله ما بقدر باكلها قبل العشاء. هلا ضروري بس تجي لعندي تقل بالعشاء؟ لك يا ابو لمعي اكلك طيب وما بيتخاوم، بدك يعني ما تقل؟ حيرتني. سندي وتاج راسي قبل فوز. اهلين اخي ابو لمعي. معية الله معيتك، عزمك اليوم لعندي على العشاء. شنو في تطورات يجب الافصاح عنها امام اعضاء الكتله. تطورات شو اخي ابو لمعي؟ الليله سنضع النقط على الحروف، ما في كلام. حلو ابو لمعي. والله ما خلينا باب ما دقينا ولهلا ما نعرفت أراضي. صدقيني يا مريم، وأنا على تواصل كامل مع قيادة شرطة القدس الشريف، ولهلا مع الأسف ما في أي نتائج. إيه بس نحن لازم نلاقي حل لأنه ما في شيء بيطمن. إن شاء الله، إن شاء الله خير يا رب. الله كريم. بس والله وجودك بيناتنا كان ضروري بهالفترة، يعني مثل ما بتعرف علاقتك بالأمن والجيش كانوا فادونا بالقصة وساعدونا بملاقاته. يا ريت فيني أكون جنبكم يا مريم،
بس انت اكتر وحده بتعرفي انه هي الدوره اجباريه، يعني مو بايدي. يعني والله بعرف، بس كمان زائد انه الاوضاع بمصر هلا ابدا ما بتبشر بالخير، يعني موضوع رجعتي على الشام شبه مستحيل. خير شو صاير؟